شكرا لسمير طارق رضوان، شكرا لنجوم الاستوديو التحليلي. مشاهدينا الكرام، ديربي القناه ينتهي بالتعادل السلبي بين الاسماعيلي والمصري البورسعيدي. احداث متلاحقه في هذه المباراه، سواء دخول جماهير الاسماعيلي في بدايه المباراه، بعض الاحداث الاخرى، ولكن يسعدنا ان يكون معنا الكابتن ابراهيم حسن المدير الكره بنادي الاسماعيلي. هو الان هيكون معانا ان شاء الله في يعني ثواني بالظبط يكون معانا كابتن ابراهيم حسن. ولكن المباراه كان فيها احداث كتير شغاله. كابتن ابراهيم، بنرحب بحضرتك، واعتقد المباراه اهم حاجه اللي هي عدت على خير. الحمد لله. يعني في الاول كان الظروف، كان الجمهور هيخشوا الملعب، بس الحمد لله الجمهور طلع، جمهور الاسماعيلي طلع برضه تريث وفي حكمه ان هم طلعوا تاني. فيعني كويس الماتش عدى بالنسبه للاحداث اللي ما فيش، الحمد لله ما فيش احداث وحشه. بس هي من الناحيه الفنيه الماتش فيه تكافؤ، فرقتين برضه في قوه، لان النادي الاسماعيلي عنده لعيبه على اعلى مستوى، ونفس الشيء في النادي المصري مجموعه لعيبه عاليين. فهو في فرص هنا وفي فرص هنا، وكان ممكن احنا نخطف الماتش، وكان ممكن الاسماعيلي في الاول تقريبا في الشوط الاول ممكن كان في فرصه اللي جت في العارضه. احنا في انفرادات اللي كان ممكن كره تخلص الماتش خالص. انما انا شايف الحمد لله كويس النتيجه خلصت كده، ونقطه كويسه برضو في اسماعيليه من فريق قوي. وطول عمر الماتشات ما بين المصري والاسماعيلي ماتشات قويه جدا. ممكن يطلعوا الاسماعيلي يعني هيفرق كتير، 3 نقط يفرقوا كتير جدا في الجدول. كان ممكن مركز خش رابع يعني خامس اعتقد، يعني حسب الذاكره برضو المجموع الناس اللي فينا ما فيش فرق نقطه حسب نتائجهم النهارده، حسب نتائجهم. انما برضو ماتش عقبه كبيره مع الاسماعيلي عديتها. نقطه كويسه بتعليك، يعني اهم حاجه ان انت بتعلى ما بتوقفش مكانك. انا شايف الجمهور بقى ليه حاجه. الجمهور لما دخل لقيت كابتن ابراهيم وكابتن حسام ما اعرفش ما اتحركتوش وقاعدين هاديين، وهديتوا لعيبتكم وقلتوا للناس تسخن. كابتن عماد المندوب ينزل يسخن الجون. هل انتوا كنتوا متوقعين احداث تحصل ولا هي ايه بالظبط، ولا هي يعني موقف بتاعت الموقف؟ لا اصلا مش بتاعتنا. اولا احنا بنلعب في ملعب الاسماعيلي، الجمهور لو دخل دي مش ما عندناش احنا ضرر بالنسبه لنا يعني. انما وعارفين ان في شرطه موجوده، الناس حاجه جميله، مأمنين الملعب كويس قوي وتعاملوا بحكمه. فحصل برضو وقوف مع الجمهور وكلام بالعقل، والناس طلعت بهدوء. جمهور الاسماعيلي طلع بشكل كويس، وهم طبعا يعني عايزين يعبروا عن مشاعرهم. والجمهور برضو يعني الحمد لله يعني شراسه الجمهور الاسماعيلي وحماسه لفرقته، وبرضو وسمع للكلام مع العقل وطلع بره الماتش. هو بيثبت ان هو ممكن يخش الماتش، ودي ومعلش نعديها على اساس ان هم جمهور الاسماعيلي برضو. دي رساله لاتحاد الكوره في يافطه، يعني قال لك الاتحاد ويعني كلموا الاتحاد باسلوب اتحاد الكوره. انا اتمنى ان شاء الله ان جمهور الاسماعيلي وجمهور كل جمهور مصر والاهلي والزمالك والاتحاد وكل الانديه الكبيره، كل الجماهير الكبيره الانديه الشعبيه، ان يبقى في حكمه بقى. خلاص عايزين مصر ان شاء الله تعدي المراحل الصعبه اللي احنا اللي شفناها. عايزين يبقى في استقرار، والاستقرار الناس لما بتلاقي الملاعب بالكوره او الرياضه عامه بتبقى فيه هدوء وفيه استقرار، هتلاقي بينطبع على الشارع المصري. بيقول لك لا في، والناس اللي بره بيبقى في امن، وانك انت لا الناس خلاص تعدوا الخطوه الصعبه اللي حصلت او الظروف الصعبه السياسيه اللي حصلت في مصر، وتدي استقرار وهدوء ان شاء الله سواء السياحه سواء الاستثمار اللي يبقى موجود في مصر. انما نرجع خلينا في الكوره. في الماتش كابتن في الدقيقه 35 في الشوط الاول، اللي هو محمد عيد اللي هو مدير الامن العام هنا في الاسماعيليه، جه لكابتن ابراهيم حسن وهمس كده مع حضرتك ودخل يعني في حوار لمده دقيقتين. كان عايز بيطلب ايه من حضرتك؟ يعني هو بيكلمني في حته الخروج، يعني انتوا ماشيين في خطه الخروج. طبعا مش هقولها طبعا عشان هو يعني نقول للجماهير يمشي وراكم. لا اعتقد الجماهير يعني الاسماعيلي والله بيقولوا يعني والله انا كنت قاعد مع الناس بيقولوا حبايبنا. الجمهور بتاعنا جمهور الاسماعيلي طيبه من الجمهور. لعيبه الاسماعيلي النهارده حرصوا ان هم يسلموا عليك واحد واحد. لعيبه بعد ما المباراه كانت هتبدا رجعوا يسلموا عليك. ما انا بقول لك جمهور الاسماعيلي ولاعيبه النادي الاسماعيلي حاجه جميله. يعني هم بيعبروا عن الشكل الفني اللي معروف عن النادي. ابراهيم وجلاء عايز اعرف بس مباراه الاهلي بتستعدوا لها ازاي، ومباراه مهمه. مباراة يعني مهمة جدا. زي النهارده مباراة الاسماعيلي مع فريق قوي، فريق كبير زي الاسماعيلي، ونفس الشيء كان مع انبي. كل احترام للجماهير لفريق النادي الاهلي. وبرضه عايز ابعت رسالة اني انا برحب بجماهير مصر كلها، سواء الاهلي
وبدايه الماتش اللي جاي النادي الاهلي في بورسعيد بنرحب بيهم، وجمهور بورسعيد او جمهور مصر بيرحب بيهم، وجمهور الزمالك ان شاء الله لما يجوا، جمهور الاسماعيلي ان شاء الله. لازم نقول السلام من كابتن ابراهيم حسن لجمهور روح رياضيه تشجيع كوره فقط ايا كانت النتيجه من الماتش ان شاء الله، لانها رياضه وكوره، فانا بقول الجماهير كلها جمهور النادي الاهلي بدايه من الماتش اللي جاي ان شاء الله بنرحب بيهم في بورسعيد، ومباراه ايا كانت نتيجتها في الاول وفي الاخر كوره، وانما احنا باذن الله مباراه مهمه بالنسبه لنا من الناحيه الفنيه وبناحيه كفريق النادي المصري وكجدول الدوري، ان احنا عندنا طموح، فان شاء الله زي النهارده ما لعبنا النهارده على اساس ان نطلع بنتيجه ايجابيه، يا مكسب يا تعادل، والنتيجه مرضيه، وماتش بنفس الشيء ان شاء الله. ماتش الاهلي لازم باذن الله نطلع بنتيجه ايجابيه لينا باذن الله تخلينا ناخد خطوه كويسه في جدول الدوري باذن الله. شكرا حضرتك جدا كابتن ابراهيم، بالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا ربنا. شكرا للزميل محسن